الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، احتفالا وتكريما لكبار الضيوف في مؤسسات الطوافة وللشباب السعودي المتطوعين والمشاعر المقدسة. لقد سعت أذرع الإرهاب للنيل من المقدسات ولم تراعي الحرمات، ولكن المملكة بفضل الله وعونه بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها حققت نجاحات كبيرة في اتصال بأن تنصر الإرهاب وتجفيف منابع في كل حزم وعزم ودون هوادة، ونحن عازمون بإذن الله على المضي